الله يلعن ابوك بنتي. ولعت على البعليصه. خلصت من بدري. على شو متفرجين؟ على مسرحية الواد سيد الشغال. لك مو من يومين شفتيها؟ من يومين كانت معروضة على الام بي بي. واليوم؟ واليوم على البي بي ام. يعني ضروري كل ما بدها تنعرض تشوفيها؟ وليش لا؟ فعلا المسرحية حلوة ومؤثرة، ليش حتى ما نتفرج عليها يعني؟ لك صرنا شايفينها 9 مرات من وقت ركبنا الدش لحد هلا. ويكونوا 10، انت ليش متضايق؟ هاتي الجهاز من ايدك. شو بدك منه؟ لك بدي اشوف الاخبار. انت ما بتمل من الاخبار؟ لا ما بمل، على قليلي بعرف شو صاير بهالدنيا، لك هاتي هالجهاز خلصيني. تعرضت بلدة عشك يا بلبل الواقعة في سهل عروبتاه الشقيق لأمطار موسمية غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد، أدت لحدوث فيضانات هائلة، حيث غمرت المياه مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وعزلت بيوت البلدة عن العالم الخارجي. وقد تسببت هذه الكارثة بتشريد آلاف العائلات العربية، واعتبرت منطقة عشك يا بلبل منطقة منكوبة تعيسة. هذا وانطلاقا من الشعور العميق بالمسؤولية الوطنية، أمر حصافة رفيع المقام بإرسال 2 طن من الكعك الطازج لمساعدة منكوبي الفيضان. يا حبيبي بكرة بيغلى الكعك. ايه بكونوا غلوا اليوم. وقد اعتبرت منطقة عشك يا بلبل منطقة منكوبة، هذا وانطلاقا من الشعور العميق بالمسؤولية، وتمشيا مع سياسة تمتين أواصر الصداقة والتعاون بين دول المنطقة، أمر حصافة رفيع المقام في القطر الشقيق عروبتاه بإرسال 5 أطنان من الكعك بسمسم لمساعدة منكوبي الفيضان في عشك يا بلبل. العمى لك دغري صاروا 5. ستوكهولم صرح نقطة منكوبة، هذا وانطلاقا من الشعور بالمسؤولية وتمشيا مع سياسة تمتين أواصر الصداقة والتعاون بين الدول العربية، وسعيا لتحسين الأوضاع المعيشية والحياتية للمنكوبين، أمر حصافة رفيع المقام بإرسال 10 أطنان من مادة الكعك بسمسم ويانسون لمساعدة منكوبي الفيضان في عشك يا بلبل. يا حبيبي لك شو فاتحين مزاد. صرح سياسي هذا وانطلاقا من الشعور العميق بالمسؤولية، وتمشيا مع سياسة تمتين أواصر الإصداقاء والتعاون بين دول المنطقة، وسعيا لتحسين أوضاع المنكوبين، وجريان على عاداتنا العربية القديمة التي تتمثل بإغاثة الملهوف وإكرام الضيف، أمر حصافة رفيع المقام بإرسال حمولة طائرة كاملة من مادة الكعك المعجون بالحليب والسكر لمساعدة منكوبي الفيضان. عميق بالمسؤولية وتمشيا مع سياسة تمتين أواصر الصداقة والتعاون بين دول المنطقة، وسعيا لتحسين أوضاع المنكوبين، وجريا على عاداتنا القديمة وحرصا على علاقات حسن الجوار، أمر رفيع المقام بفتح جسر جوي لتزويد منطقة عشك يا بلبل المنكوبة بمادة الكحك المقمر والمحمر والمشمر والمرشوش بحبة البركة. هلا 5 طن صاروا جسر جوي. هذا وقد استقبل سكان المنطقة المنكوبة بقى سيدي خبر إرسال الكعك بابتهاج كبير، وقاموا بتنظيم مسيرة احتفالية بهذه المناسبة، ورفعوا رايات الشكر والعرفان، ورددوا الأهازيج الشعبية ومواويل العتابة. شايفين شلون؟ وقد تحولت الساحات إلى أعراس شعبية وعقدت حلقات الدبكة. فهمتوا سيدي؟ ولك فاضيين يدبكوا؟ ايه الضانات والأمطار، هذا وتوالي وكالات الأنباء العربية والعالمية الإشادة باللفتة الكريمة لحصافة رفيع المقام عندما أمر بإرسال أسطول بحري من الكعك لقرية عشك يا بلبل المنكوبة. وقد خصصت الصحف حيزا هاما من صفحاتها الأولى للحديث عن هذه المناسبة، كما قامت محطات التلفزة بتغطية الحدث تغطية شاملة. ازرع برغيات التهنئة ما زالت تنهال على حصافة رفيع المقام بمناسبة لفتة كريمة وشجاعة لمساعدة منكوبي الفيضان في عشك بلبل،
وقد أبرى مرسلو هذه البرغيات عن عميق امتنانهم وشدة تأييدهم لهذه الخطوة المباركة التي إن دلت على شيء فإنما تدل على سي عبيد بهالحالة سيداتي وسادتي انه انتقل مندوبنا الاخباري لموقع الحدث حتى ينقل مباشرة من هونيك وعلى الهواء مباشرة ردود فعل الاهالي حول المساعدات اللي امر بارسالها حصافة رفيع المقام. فمشوا تنروح لهنيك مشوا. لك انت نحن عم ندور عليك يخرب بيتك. عرفت شو بدك تقول؟ شو؟ اوعك ها؟ لفتة كريمة بادرة شجاعة ايه عرفت من فظاعة يعني عرفها؟ عرفت. اوعك تخربط ها؟ لا برنامجنا على الهواء ولا يهمك. الله هاتوا كعكة بتقرط قرطين من هالكعكة بعدين بتحكي فهمت؟ الله يرضى عليك. سيداتي وسادتي، والتقينا في قرية منكوبة مع بعض الأهالي الذين يعانون من هذا الفيضان، فكان هذا لقاء. مرحبا يا أخ. بدي أسألك يا ترى كيف تلقيت نبأ إرسال مساعدة الكعك لقريتكم المنكوبة والمرسلة من فظاعة حصافة رفيع المقام؟ الحقيقة نحن سعداء كتير لفتة ونحن كتير مبسوطين بهالبادرة واللفتة الكريمة، ونحن دغري مباشرة يعني طيرنا رسالة برقية شكر لصاحب السعادة، وتشكرناه على كرمه وريحيته. فعلا لو هو ما أرسل بواخر وسفن الكعك كنا هلا نحن ميتين من جوعنا. انت هلا انقذوكم من الفيضان وكنت رح تموت، فهمت؟ بس نحن بيتنا بالجبل. ولك حبيبي اعمل مثل ما عم اقول لك، شو بدك ليه شغله انت؟ يا شباب طين مي لغمطوه غرقوه. بسرعة يعطيك العافية. استعداد سيد هشام ملح، استعداد يلا. سيداتي وسادتي، والتقينا مع أحد منكوبي الفيضان. الحمد لله على السلامة يا أخ. الله يسلمك. شو شايفك مبلول؟ شو هلا أنقذوك؟ استغرب. طيب قدريت بالمساعدة اللي اجت لعشك يا بلبل، عشك يا بلبل؟ نعم، والحقيقة نحن يعني ما عم نعرف كيف بدنا يعني نتشكركم ونمتن لكم بهالمساعدة اللي يعني اجت بوقتها يعني. سيداتي وسادتي، وفي نهاية هذا اللقاء نشكركم جميعا على هذا الإصغاء، ونشكر هذا المواطن الكريم الذي تفضل. تتفجر البراءة والصدق والعفوية في هذا اللقاء. إليكم. قول عمو. قول اللي انت بتعرفه يعني بمناسبة شو انطباعك عن وصول شحنة الكعك. قول. نحن حبينا كتير هالكعك يلي وصلنا. عظيم. شو عم تعملوا انتم بالكعك عمو؟ بعد شوي اكلنا الكعك وشاي. بعد شوي اكلتوا؟ الماضي قبل المضارع، طفولة براءة. بتعرف مين ارسل هالكعكات لمنطقتكم المنكوبة؟ بتعرف؟ ما بتعرف. يلي ارسلهم عمو هو فظاعة، هو حصافة رفيع المقام. شكرا لهذا اللقاء، شكرا للبراءة. خلصنا بقى، نفخت قلبي بالاخبار. لك ما بدنا نسمع اخبار شحنة الكعك. And they'll promise they will discuss it in their next meeting. Ishak Ya Bulbul. The aircraft has been unfortunately drawn in the sea while it was flying to Ishak Ya Bulbul in Orobatah country, and all the cakes got wet because of the salt water. Our next presentation will be, can Tyson beat his opponent Bruno in the next fight? عم يقول انه الطيارة اللي جايبة شحنة الكعك وقعت بالبحر وتشتشوا الكعكات بالمي المالحة. شو هالحكي؟ يعني ما وصلوا الكعكات للجماعة؟ لك ما وصل شيء. ليش هيك عم تحكي وانت متأكد من الموضوع؟ يعني معقولة تصدق محطة أجنبية واحدة وتكذب الخبر اللي نقلته 10 محطات عربية؟ فعلا مو معقولة بنوب.